مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا ليا فتره قوي طويله ما عملتش فيديوهات، وعماله الاقي ضغط الفتره دي من ناس كتيره قوي قريبين مني بيقولوا لي ارجعي تاني للفيديوهات اللي كنتي بتعمليها. فاتمنى اني اكون حد خفيف على قلبكم وتستحملوني الفتره الجايه. انا كنت حابه بصراحه اشارككم بفكره صغيره قوي. الفكرة دي يعني جت في بالي نتيجة الأحداث اللي احنا كلنا بنمر بيها. أكيد المنطقة كلها دلوقتي بتمر شوية بتوتر نتيجة الأحداث اللي بتحصل، لكن نشكر ربنا في الأول وفي الآخر على الأمان اللي بيسود البلد، وربنا هو اللي بيحفظ في الأول وفي الآخر. اللي كنت عايزة أقوله إن دي أكتر فترة تخليك تقدر تفلتر الناس اللي حواليك وتشوف الدايرة اللي حواليك هي دايرة حقيقية ولا دايرة كذابة. ليه بقول كده؟ لأن الفترة دي هي أكتر فترة بنبقى محتاجين الناس اللي بنحبهم، سواء الناس دي قريبة أو بعيدة، إن هم يبقوا حواليك بيسألوا عنك بيهتموا بيك، لأن إحنا في أحداث مش سهلة. اللي أنا عايزة أقوله أوقات كتيرة قوي بنبقى مبسوطين وفرحانين بإن حوالينا دايرة كبيرة قوي، دايرة صحاب ومعارف وعيلة كمان، وبنبقى مبسوطين وحاسين إن إحنا مسنودين كده وفي حتة من الأمان. لكن لما بنيجي بقى في مواقف الجد ما بنلاقيش الناس دي موجودة وبنتضايق قوي. طب هم كانوا فين وليه ما سألوش؟ معقول مكالمة تليفون دي حاجة صعبة عليهم إن هم يطمنوا علينا؟ فدي حاجة بصراحة يعني لخبطتني قوي، وكنت بفكر فيها الفترة اللي فاتت. احنا فين في تفكير الناس دي؟ ازاي بيقولوا ان هم بيحبونا وبيهتموا بينا واحنا فارقين معاهم، ومع ذلك الناس دي ما فكرتش انها حتى تطمن عليك في قلب الاحداث اللي انت بتمر بيها، تطمن على يومك ماشي ازاي، هل انت محتاج حاجة او لا. ما كانش بيحصل الا من ناس قليلة جدا. فده ان ده اللي يدل على انه ما تفرحش بالدايرة الكبيرة. مش كل دايرتك الكبيرة دي هي دايرة حقيقية ولا هي دايرة امان. اوقات كتير بحس انه فعلا الشدة هي اللي بتبين معدن البني ادم اللي قدامك، لان انت بتبقى متعشم في ناس انت بتحبهم، انت مديلهم مساحة كبيرة قوي من الحب والامان اللي جواك، لكن مش ده الحقيقي جواهم. فبالتالي بحس فعلا انه الاوقات الصعبة، وقت الشدة، وقت الضيق، وقت الاحتياج، هو اكتر وقت اللي تقدر تقيس فيه محبة الناس ليك الحقيقية، من وجودهم، من تصرفاتهم، من سؤالهم عليك، حتى لو ده أكتر حاجة ممكن هم يقدموها في الوقت الحالي. يكفي إن هم بيقدروا يرفعوا سماعة التليفون وفي الوقت ده أنت شاغل حيز من تفكيرهم. لكن الناس اللي هي بس بتتكلم وفي الحقيقة ما فيش أي فعل، أو حتى بقى لا كلام ولا أفعال، أنت مهم بالنسبة لهم. ففي الحتة دي أنا بقولك فوق فوق وفلتر دايرة معارفك، لأن الحقيقة بتقولك إنه أنت لو كنت مهم كنت هتبقى فارق، ومادام أنت مش فارق ومحدش شغل باله بيك ولا بيومك، يبقى هما كمان مش فارقين. فبالتالي فلتر كل دايرتك، لأن صديق واحد حقيقي أبرك كتير من 10 موجودين وزي قلتهم. ولا أنتوا رأيكم إيه؟